مع حضراتكم أمل محمد المختصة بتسويق جميع مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة هنتكلم عن الستريب مولز الموجودة مؤخرا في العاصمة الإدارية في منطقة المستثمرين. منطقة المستثمرين في العاصمة الإدارية من أهم المناطق السكنية اللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة، وده أول حاجة هي الطرح الأول. تاني حاجة هي فيها أعلى نسبة كونستراكشن حاليا موجودة في منطقة المستثمرين، وأكبر مطورين العاصمة الإدارية الجديدة هم موجودين برضه في منطقة المستثمرين. 70% من منطقة المستثمرين والكومباوندز الموجودة فيها هي فيلل سكنية. بعد كده هو أصلا كمان موقعها قريب جدا من كل المعالم الموجودة في العاصمة. هي يعتبر قريب من وسط البلد اللي هي الداون تاون، قريبة من فندق الميسا، مجمع الوزارات. حضرتك كمان خلف منطقة المستثمرين الار 7 الأحياء السكنية المتواجدة فيها، الحي الدبلوماسي اللي فيه السفارات، الار 8 منطقة مدينة المعارض، المدينة الطبية قريبة من السي بي دي، فهي متمركزة في سنتر بوينتس للعاصمة الإدارية الجديدة بالكامل. احنا عارفين منطقة المستثمرين ليها محورين مهمين، محور بن زايد الجنوبي والمحور المركزي الجنوبي. محور بن زايد الجنوبي عليه اكتر من مشروع لاكتر من شركة مطورة بيج نيم، زي شركة بيتر هوم مصر ايطاليا، طلعت مصطفى، في شركة بلو فيرت المصرية السعودية، ستيلا بورج. فالمشاريع دي كلها مميزة، بلس برضو اللي على المحور المركزي. يعني ايه ستريب مول اصلا؟ ستريب مول يعني هو مول بيخدم على الكومباوند السكني والأحياء السكنية المحيطة. After the unprecedented success of City Hall New Cairo, another success story is starting today. Sirak Developments is extending its legacy as promised with City Hall New Capital, an extraordinary project at an extraordinary location. Sirak Developments, defined by excellence. سيتي هول نيو كابيتال مشروع انا بصراحه حابه استوقف شويه كده واتكلم عنه واديله حقه شويه. حقه في ايه؟ اول حاجه الستريب مول هو ما طرحش فيه البيع غير لما عدى نسبه الانشاءات 70%. فنسبه الانشاءات رقم 1 70%، ودي حاجه بتطمن اي عميل. العملاء دلوقتي او حضراتكم اي مستثمر اي مشتري بيحب ان هو يطمن دلوقتي على الاوراق القانونيه على نسبه انشاءات، فهو نسبه انشاءاته اكتر من 70%. رقم 2 هو الوحيد اللي على المحور المركزي مطروح حاليا في بيع للستريب مول. وقدامه مين بقى؟ قدامه كابيتال واي. كابيتال واي احنا عارفين مشاريع ووتر واي اللي مكسره الدنيا في التجمع الخامس. ووتر واي من المشاريع الثقيله جدا في التجاري والاداري، من المشاريع المميزة واللي فرضت نفسها في السوق، والمشاريع اللي هي فيها كل البراندز تقريبا والمطاعم الكبيرة. فحضرتك متخيل ان يكون محلك التجاري قدام الووتر واي؟ فهو قدام اصلا مشروع كابيتال واي بالظبط. بنلاقي على نفس السايد او على نفس المحور المركزي الجنوبي مشروع سيتي هول. فسيتي هول هو بيتارجت فئة معينة من البراندات، بيتارجت فئة معينة من الاستثمار موجودة وهتبقى قوية جدا في العائد الخاص بحضرتك. بلس كمان المحور المركزي ده لو احنا جبنا من اول العاصمة الإدارية الجديدة هو موازي المحور بن زايد الجنوبي. هو يعتبر يعني بيصل من تجمع الخامس او من الجولد سكوير، من الجولدن سكوير التجمع لجولدن سكوير للعاصمة الإدارية الجديدة. السادة الكرام، أهلا وسهلا بكم في أول مؤتمر صحفي لسيراك ديفلوبمنتس. والنهاردة فخورين بأننا نعلن أولى مشاريعها سيتي هول ميكس يوز بروجكت. فاحنا قلنا ان المكان ده بيناسبنا ان احنا نعمل فيه المشروع اللي يكون في الاخر مميز عن غيره. تحليل اللوكيشن بتاع ارض المشروع وتحليل التصميمات اللي بتطلع، دراستها بحيث نخلق مميزات تنافسيه على مستوى الوحده نفسها اللي جوه المشروع. موقع مميز جدا وفي نفس الوقت خطير جدا. حواليك كومباوندز ريزيدنشال، كل الاختيارات وكل الدراسات اللي معموله بتكمبيت وبتتشالنج كل اللي موجود في الاريا. احنا عندنا في سيتي هول جزء مطاعم، مكون اداري، مكاتب اداريه كبيره جدا، وجهات كبيره. طبعا لوكيشن مميز جدا، وده كان اهم تشالنج عندنا في المشروع.
الحقيقه الاستاذ طارق سليمان ريحنا بشكل قوي جدا، ودي حاجه مختلفه في السوق المصري، ان الاقي مطور مديني احساس بالامان وبالملاءه الماليه، انه بيبقى شاري الارض وكمان بدا انشاءات ولسه ما طرحش. الناس هتتفاجئ ان المشروعات هتلاقيها متواجده كمان ومبنيه. المشهد اللي قدامي ده اوصفه بحاجه بسيطه، قطعه من المجوهرات في القطاع العقاري. زي ما بتنقي قطعه مجوهراتك بعنايه، فانت نقيت فريق العمل في القطاع العقاري بعنايه. احنا زي ما بنينا جلامور وشركه المجوهرات بتاعتنا، فكرنا ان احنا نعمل شركه عقاريه، وفكرنا ازاي نعمل حاجه تكون مميزه ومختلفه عن السوق. الهدف من ان احنا نعمل مولات تجاريه هو تخصصنا، لان احنا متواجدين في بعض المولات وفي بعض الشوارع المناطق الراقيه كلها بسبب شغلنا وشركتنا. فعشان كده احنا بدأنا بالتجاري عشان نثبت للسوق وللناس ان احنا فعلا هنبقى مختلفين. سيتي هول هو مش المشروع التجمع خالص. سيتي هول كل ما تفكر في اي منطقه تجاريه اداريه هتلاقي سيتي هول. بالنسبه للامتيازات انا قلتها مع شركه كبيره زي سيراك، مستر طارق سليمان بالبراندز جلامور ودماس. فانا شايفه ان الاستثمار في المشروع ده هو بصراحه كويس. انظمه سداد كويسه بتوصل لحد 8 سنين. سعر المتر حلو جدا. لما اتكلم في حاجه دور ارضي 150,000 للمتر، لما اتكلم حاجه دور اول 60,000 و65,000 جنيه للمتر، لا فهو المشروع يستاهل فعلا. حضرتك تدخل تشوف الوحده تشتريها. هو عندهم 4 ادوار ب6 مباني، عرض الواجهه 375 متر للمشروع على مساحه 13,000 متر. فالامتيازات دي كلها تخلي حضرتك تشتري فيه وانت مطمن، وكمان تكون بتستثمر في منطقه كويسه ومنطقه قويه في الانشاءات. وكمان حضرتك لما تستلم الوحده هتلاقي بالفعل المنطقه حواليك شغاله. لو حضرتك محتاج اي استفسار تقدر تكلمني على رقمي. شكرا.